يحكي أحد الآباء عن مهندس تعرض في شغله لظلم شديد. إيه اللي حصل؟ تعرض لقصة رشوة، ومن أمانته راح بلغ الجهات إن في رشوة هتقدم في الوقت الفلاني والساعة الفلانية ليه. فقالوا له خلاص، انت هنعتبرك شاهد ملك، بمعنى انك هتقبل الرشوة، لكن ده علشان احنا نضبط الراجل اللي بيديك الرشوة. واتفق كده مع الإدارات، والإدارات وعدته إنها بتكلم الجهات الأمنية الرقابية علشان تظبط هذه الواقعة. الغريبة إن جه الشخص اللي بيديله الرشوة، وهو لأنه متفق مع الإدارة قبل الرشوة ومستني إن يجي حد يقبض على الشخص ويطلع هو براءة. لكن اللي حصل إن القصة عدت وفضلت الفلوس معاه وهو مذهول. واللي أسوأ من كده إن جه البوليس فعلا، ولكن قبض عليه هو. المديرين خانوه، أما هو فكان في ذهول. إذا كان البشر خني وظلمني، لكن أنت يا رب شايفني قد إيه أنا اتحركت بأمانة، وكل اللي عملته ده كنت علشان أمين معاك. أقوم أنا اللي اتمسك؟ طب ما أنا كان ممكن أخد الفلوس والقصة تخلص وخلاص، لكن أنا من أمانتي اللي بلغت. وأخد هذا الشخص 2 كاملين سجن. الغريبة إن يمكن ربنا ما يتدخلش إنه يرفع الظلم، لكن ما أبعد أحكامه عن الفحص. دخل الراجل السجن، وفي أول زيارة لابونا ليه في السجن حكاله قد إيه النوم صعب هناك، وحشرات كتير، والأكل قليل، وحاجة صعبة جدا. الكلام ده من فترة. أبونا حزن جدا لموقفه، وكان بيرسل ضعفه ويصلي له. الغريبة برضو إن في المرة التانية لما أبونا زاره لقى الراجل متهلل ومبسوط. قال له إيه اللي حصل؟ قال له ربنا إدى نعمة ليا في عينين الشخص اللي مسؤول عن السجن، ونقلني في زنزانة نظيفة ولوحدي. طلبت منه إنه ينقل معايا المساجين المسيحيين. السجان وافق، وبقت الزنزانة كنيسة صغيرة. كل يوم يا ابونا نصلي من الأجبية صبح وليل، درس كتاب وتسبيحة، نفتح لجان مناقشة زي اللي اتعلمناها في الكنيسة. الزنزانة بقت كنيسة، لا دي بقت سما. ممكن يا ابونا تجيب لي كتب تفاسير للكتاب؟ أنا فرحان جدا، أنا متهلل. أبونا يستعجب، ما أبعد أحكامك يا رب عن الفحص، وطرقك عن الاستقصاء. ما رفعتش الظلم، لكن حولته الخير. الأغرب إن أبونا يسمع إن هذا الشخص أخذ إفراج مبكر بشكل أو بآخر، وأبونا يروح يزوره في آخر أيامه في السجن يبارك له، يفاجأ إن الشخص بيصرخ وبيمسك أبونا من الجلابية يقول له من فضلك أطلب من اللي مسؤولين إني أكمل المدة كلها، أنا مش عايز أطلع، من فضلك أنا أخيرا لقيت ربنا. أنا خايف بعد ما لقيته لو طلعت يرجع يتوه مني تاني. أنا اللي دقته في الكام شهر دول ما دقتوش طول حياتي. وهذا الشخص يطلب من أبونا بعد ما أفرج عنه إنه يكون خادم للسجون. وكل ما تيجي سيرة هذه الأيام عينيه تبرق ويفتخر ويبتسم، وبدل ما كانت أيام سودة في حياته أو نقطة سوداء في تاريخه، بالعكس دي بقت الفترة دي هي أولا اللي أظهرت لكل اللي يعرفوه إنه كان إنسان أمين، لأنه خرج بعد كده بشهادة براءة معتمدة. مش بس كده، دي بقت الأيام اللي كونت رصيده في الحياة الأبدية. عرف ربنا بحقيقي بعد ما كان يسمع عنه أو بيقرأ عنه. صحيح ما أبعد أحكامك يا رب عن الفحص، وطرقك عن الاستقصاء.